وحركته السياسية جميعها في آن واحد. فعندما يدرك العدو عجزه عن الانتصار بالسيف يهاجم نقطة ضعف السلطان أي ابنه، وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية. فإذا لم تستطع هزيمة حاكم في ساحة المعركة، تحاول ضرب قلبه بالتأثير على قراراته، وهذا بالضبط ما يفعله فلاد باستهدافه الأمير. هو في الواقع إنهم يحاولون استدراج السلطان محمد إلى فخ محمد سلطان الفتوحات. الجو الذي نراه في إعلان الحلقة 78 يخبرنا بشيء واضح للغاية. في هذه الحلقة لن تكون السيوف هي المتحدثة الوحيدة. ستشهد هذه الحلقة معركة عقول وضغطا نفسيا وشكوكا بالخيانة وخطة كمين محكمة. هذه المرة لا يواجه السلطان محمد عدوا شجاعا فحسب، بل شخصا يستخدم الظلام والخوف والشك كأسلحة. هناك عدو، وبدلا من خوض معركة حاسمة مباشرة، يسعى وات إلى إضعاف الجيش العثماني وإثارة غضب السلطان وإجباره على اتخاذ قرارات متسرعة. والسؤال الأهم هنا: لماذا يستهدفون ابن السلطان؟ لأن الأمير ليس مجرد ابن، بل هو رمز لاستمرار السلالة ومستقبل الدولة والعرش ومستقبل الإمبراطورية العثمانية. إن الفخ المنصوب للأمير هو في الحقيقة فخ منصوب للدولة بأكملها. إنها رسالة العدو تعني بإمكان الوصول ليس فقط إلى جيشك، بل إلى قلب سلالتك. لهذا السبب هذا الفخ ليس كمينا عاديا، إنه تحد كبير لسلطة السلطان محمد. بالنظر إلى الأجواء في الإعلان الترويجي، قد يكون الأمير قد تم جره عمدا إلى منطقة خطرة. ربما يكون الأمر مجرد خدعة برسالة ما، ربما عبر رجل يبدو جديرا بالثقة، أو ربما لعبة مقنعة بنداء استغاثة. لا يستخدم العدو هنا تكتيكا حربيا تقليديا. أولا يعزلون الهدف، ثم يستدرجون الشخص الذي سيأتي لإنقاذه السلطان إلى كمين أكبر. لذا الأمير ليس ضحية فحسب، بل هو أيضا طعم يستخدم لاستدراج السلطان. هذا إنه شخص يتصرف بحسابات دقيقة، لكن عندما يتعلق الأمر بابنه يسعى العدو إلى زعزعة رباطة جأشه. قد تكون حسابات فلاد كالتالي: عند سماعه أن سلطان أوغلو في خطر، سيغير خطته بالكامل، سيحرك جيشه على عجل ويتخلى عن الطريق الآمن ويسلك دربا محفوفا بالمخاطر. في تلك اللحظة سيظهر مستنقع أو ممر ضيق أو منطقة حرجية أو كمين معد مسبقا. عند هذه النقطة راد المسألة بالغة الأهمية، لأن التركيز على تفاصيل مثل المسار والتوجيه والحمام الزاجل والاتصالات في المقطع الدعائي ليس من قبيل الصدفة. إذا كان العدو على علم بالمسار الذي سيسلكه الجانب العثماني، فهذا يعني وجود تسريب كبير. هذه المعلومات لا تأتي من الخارج، إما أن شخصا من الداخل هو من ينقل المعلومات، أو أن العدو قد حلل تحركات العثمانيين بدقة متناهية.